ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ جايه لكم النهارده بحاجه كده جديده. نعمل مع بعض الكمونه اللي هي بالبطاطس بقى، بس كمونية. كمونيه. ومش هنعملها بالفراخ بقى زي العاده، لا هنعملها باللحمه. دلوقتي معايا الحله، هنحط معلقه سمنه وزيت، الاتنين كده عشان نشوح اللحمه مع بعض اهو. انا معايا اللحمه اهي، طبعا غسلناها كويس، وده بقى شكلها. هنحط بقى واحده واحده كده. احنا بقى اهو هنحطها كلها، طبعا لازم بايدينا عشان الميه اللي فيها. دلوقتي حطينا اللحمه كلها، نديلها تشويحه في الزيت والسمنه. ماشي، هنفضل نقلب كده شويه وبعدين نرجع لكم على طول. طيب هي بدأت تاخد لون دلوقتي، هحط التوابل. معايا ايه بقى التوابل؟ هنحط شويه ملح، فلفل قصدي، معلش كتر. انا بصراحه بحب الفلفل الاسود في اي حاجه عشان يشيل الزفاره. ماشي، هنحط شويه ملح، شويه حلوين برضو كده. هنا بعد ما حطينا الملح والفلفل زي ما وريتكم، هنحط بقى كمون لانها كمونيه زي ما انتوا عارفين. هنحط كمون كتير اهو، ونقلب. حصل خير، مفيش اي حاجه. بصوا بقى، بعد ما حطينا بقى كل التوابل كده، هنحط توم وفلفل رومي. ماشي، هنحط كده. طبعا الكمونيه انتوا عارفين انها بالبطاطس، فانا بحمر شويه بطاطس مكعبات. طبعا انتوا يعني مش محتاجه مفهوميه، دي بطاطس مكعبات على النار زيت. دلوقتي هنقلب اهو. وهو بعد ما قلبنا شويه نحط شويه ميه سخنين من اسمه ايه ده؟ مية سخنة. هي اي حاجه مية ميه سخنه مغلية عندك اهو. وتسيبيها بقى ايه اللحمة تستوي عقبال ما البطاطس تتحمر. هنغطيها ونرجع لكم بعد شويه. بصوا ادي شكلها بعد ما استوت وبعد ما خدت وقتها. ادي البطاطس المحمره نحطها كلها. طبعا احنا قطعناها مكعبات لانها كده طبعها بالكمونيه. هنقلب كده هنقفل عليها بقى، نسيبها كده شويه وبعدين هنشوفها في الاخر اللي جرالها.